رباج مثلا ابراهيم رباج يلعب في تشيلسي. ميسي مان، ميسي عمره اقل من 17 عام، راهو يقلق يمشي للملاعب يزوز، اللي يحب يعظمه يعظمه، اللي يحب يتبركوا يبركوا، اللي يحب يطيحوا يطيحوا، يعمل لهم الكل غير عادي. معناتها هذوما دي تالون. اهلا اهلا اهلا. حقرونا حقرونا عم الدراج يا خويا. حقرونا حقرونا. يما يسبق لها مثيل. دوك هذا موتسيبي واش داروا لك باش هددوك؟ باش هددوكم اهضروا لنا، قولوا لنا سبحان الله، اخرجوا قولوا لنا لانه كذا وكذا وكذا. باش هددوكم واش راكو دايرين في المغرب تم؟ واش راهو حاكم عليكم فوزي القجع؟ انا دوك راني شاك ايضا في اطراف اخرى من الاتحاد الدولي لكرة القدم. سبحان الله. بطولات المغرب حلال، واللي عايز يفسر الكلمة على دماغه بكيفه يفسرها، بس انا بقولها وانا راجل مصري. بطولات المغرب حلال. المغرب بيعمل كورة عالمية، المغرب بيقدم كورة اساطير. المغرب مبروك ومبروك البطولة، والمغرب يا جماعة تشهد نهضة كروية. ما حدش يقول لي كولاسة، وكولاسة ايه في 17 سنة يعني. كسبوا كل المنتخبات بالعلامة الكاملة، كسبوا الجزائر وتونس ومصر وليبيا، ما حدش عارف يتعادل معاهم حتى. المغرب مبروك ومبروك البطولة، والمغرب يا جماعة تشهد نهضة كروية. كده المغرب بتفوز على الكل، مفيش حد احسن من حد. المغرب تفوز على ليبيا 3-1، وكده المغرب تبقى فازت على تونس 2-0، فازت على الجزائر 3-0، فازت على مصر 1-1، وفازت على ليبيا 3-1. يبقى الجزائر هي اللي خدت الحظ الأكبر من الهزيمة 3-0، هي اللي خبطت جامد. من بعديها ليبيا 3-1، ومن بعد ليبيا تيجي تونس في المرتبة الثالثة في الخسائر. يعني الخسائر الأكبر الجزائر، ليبيا، تونس، ومصر. ده خبط 3 وده 3 وده 2، ولكن مصر كانت 2-1، ولكن احنا جايبين هدف بهدفين. ليه؟ لأنه الكورة لعبت خبطت في المقص ورجعت خبطت في قلب اللاعب، جت رايحة اللاعب التاني سجل هدف في دراماتيكية. غير طبعا الهدفين بتوع المغرب كانوا وحشين، فيبقى مصر 2-2، يبقى مصر هي الأقل خسائر أمام المغرب. اقول على حاجة بس مش عايز اي بني ادم يزعل مني فيها. بطولات المغرب حلال، واللي عايز يفسر الكلمة على دماغه بكيفه يفسرها، بس انا بقولها وانا راجل مصري. بطولات المغرب حلال. النهاردة حصل تفويت في لقاء ما في بطولة شمال افريقيا اللي بتضم المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وانا بقولها بكل صراحة وبكل وضوح. حصل تلاعب، المغرب كسب البطولة بدراعه بالحلال بعرقه. اللي عايز اقوله ان ليه ما نكسبش البطولات بالحلال؟ ما ناس اهي بتكسب كل بطولاتها بالحلال، وعلى مستوى عالمي وعلى مستوى اسطوري، ومش اول بطولة. احنا ليه ما نتعلمش نبقى زي المغرب ونكسب زي ما المغرب بيكسب، ونعمل اداء زي ما المغرب بيعمل اداء؟ الصورة اللي قدامك دي بتعبر الواقع. كسب تونس، كسح ليبيا، دمر مصر، ونجد الجزائر. المغرب بيعمل كورة عالمية، المغرب بيقدم كورة اساطير. اتعلموا الكورة واتعلموا الاداء واتعلموا المكسب بالحلال. المغرب بيفوز على ليبيا، المغرب بيفوز وبينتصر على ليبيا وبياخد بطولة شمال افريقيا. تخيل معايا الجزائريين طايرين من السعادة علشان مصر فوتت ليهم المباراة وخلتهم يفوزوا 1-0، طايرين من السعادة عشان صعدوا لكأس افريقيا. امال اللي خد بطولة شمال افريقيا يعمل ايه؟
المغرب اللي فاز وانتصر على الجزائر بثلاثيه، وفاز وانتصر على مصر بثنائيه، وفاز وانتصر على منتخب تونس بثنائيه، وفاز اليوم على ليبيا وخد بطوله شمال افريقيا. فاز على ليبيا باللاعبين الاحتياط، مش بالاساس، لا بلاعبين الاحتياط، وخد البطوله. يعني الصفحات المصريه والصفحات الجزائريه كلهم عمالين ينشروا كلام، ده المغاربه زعلانين وغضبانين علشان مصر فوتت المباراه للجزائر. ما تفوت يا ابني، ما تفوت يا ابني، ولا اعمل اللي انت عايزه. انا اسف، انا قاعد في مكان في دوشه، ممكن تكون مش سامعني كويس. ما تفوت يا ابني، اعمل اللي انت عايزه يا حبيبي. ايه المشكله؟ اعمل اللي انت عايزه عادي. اللي فاز عليك في بطوله شمال افريقيا اللي هو المغرب هيفوز برضه عليك في بطوله كاس افريقيا 2026 بالمملكه المغربيه الشريفه، وده قدام الجمهور المغربي. فانت فرحان تمام، مفيش مشكله. فوت. مصر بتفوت النهارده للجزائر، لعب بدون رجوله، ده اسمه لعب بدون رجوله. التفويت ده لعب بدون رجوله. ولكن المغرب النهارده فاز وانتصر على منتخب ليبيا بالاداء واللعب والقوه والشخصيه. انا كمصري هقول الكلمتين دولت وامري لله. انا كمصري هقول الكلمتين دولت ورزق على الله. هقول الكلمتين دول لان ده اللي انا شايفه، وده اللي انا حاسه، وده الواقع اللي كلنا شايفينه وحاسينه. المغرب افضل مننا في كل حاجه. المغرب افضل مننا في حاجات كتير. افضل مننا على الاقل في الغيره على الدين الاسلامي. اللي الكابتن حسام حسن وهو واقف في ارضيه الملعب في مباراه منتخب مصر واسبانيا وسمع العنصريه والاهانه للدين الاسلامي وما فتحش بقه وما قال لهمش كده عيب. وحتى لما طلع بعد المباراه ما غلطش الجمهور الاسباني، لكن كان شاطر بس يروح للجمهور المغربي في بطوله افريقيا بعد ما قرر ان هو ما يشجعش المنتخب المصري ويعمل لهم كده. قال ايه؟ المنتخب المصري قوي. ايه اللي عمله المنتخب المصري في بطوله افريقيا؟ طلعت من السنغال بفضيحه. المغرب رغم انها خسرت المباراه ولكنها فازت باللقب. فازت باللقب لان عندها ناس بتدور على الحق، عندها ناس ما بتسيبش حقها. لكن احنا كمصريين ما بنشطرش غير على المغاربه، ما بنشطرش غير على الناس اللي مننا. انت عملت ايه في ماتش اسبانيا؟ انت تعادلت؟ ايه يعني؟ المغرب كسب. المغرب كسب باراجواي 2-1. المغرب كسب باراجواي 2-1، انت تعادلت مع اسبانيا. اي نعم هو اقوى فريق في العالم، ما عندناش مشكله. ولكن هل الكوره هتتقارن بالدين؟ هل الكوره هتتقارن بالعقيده؟ هل انتوا كان عندكم عقيده؟ لما سمعتم اهانه للدين الاسلامي ساعه عزف النشيد الوطني المصري، ايه اللي انتوا عملتوه؟ لما بعض الجماهير في المغرب صفرت اثناء عزف النشيد الوطني في بطوله الافريقيه، الدنيا قامت ما قعدتش في الاعلام المصري. طب دلوقتي الاعلام المصري عمل ايه؟ الاعلام المصري اتكلم على جمهور اسبانيا ازاي؟ محدش نطق، محدش قال كلمه، كانهم ما عملوش حاجه. لمجرد صافرات اثناء عزف النشيد الوطني الدنيا اتقلبت. ولكن الاهانه في الدين ولا حد نطق. عرفتوا بقى المغرب افضل مننا في ايه؟ بيغيروا على دينهم، بيغيروا على التيشيرت بتاعهم، بيغيروا على وطنهم. انا قلت الكلمتين دولت ورزق على الله، ولسه هرجع واكرر بعد اللي انا شفته من الكابتن حسام حسن في بطولة الامم ومهاجمة جمهور المغرب، وفي مباراة اسبانيا وكأنه شاهد ما شافش حاجة اثناء اهانة الدين. ارجع واقول لك المغرب افضل مننا في كل حاجة. فبدعوك انك توصل الفيديو ده لكل الدنيا عشان كل الاعلام المصري يعرف الفرق بين المغرب وبين مصر في المواقف اللي زي دي. شكرا لكم، سلام عليكم.